السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم دونات اللي كيجيو خفاف بحال القطن وساهلين في التحضير. كيف ما كتشوفوا معنا هذه هي النتيجه النهائيه بدون كثره المكونات وبدون تعقيدات. كنحضروا هاد الدونات كيف ما كتشوفوا معنا في الصوره. ما نطولش عليكم، نمر مباشره للتحضير بالصلاه والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. غادي ناخذ 260 غرام ديال الدقيق، غادي نغربل الدقيق، 5 غرام من الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة من حليب بودرة، وغنضيف 60 غرام من سكر حبيبات. ديال هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معنا في الصورة. غادي نضيف صفار بيضة واحدة، 150 ملل من الحليب، ما يعادل نصف كاس عامر شوية، فايت نص كاس واحد شوية. غادي نقوم بعجن ديال المكونات جيدا. كل ما عجنتو مزيان كل ما الدونات كينجحو معاكم. غادي نضيف 30 غرام من الزبدة، غادي نستمروا في العجن حتى نحصلوا على هاد النتيجة هادي. غادي ناخدو العجين ديالنا نحطوه في مكان اللي نقدروا نبسطوا فيه العجينة. غادي نقوم بتقطيع العجين الى 12 قطعة كيف ما كتشوفوا معنا. انا خديت هذا الحجم هذا، وانتم يمكن لكم تستعملوا الحجم اللي بغيتو. غادي نوضع الكرات ديالنا في مكان نخليهم يرتاحوا شويه، ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه، نخليهم يرتاحوا شويه. من الضروري تغطيوهم بشي كيس بلاستيكي اولا بشي قماش. غادي نرش شويه ديال الدقيق في المكان اللي غادي نبسط فيه العجينه الكرات ديالنا، وغادي نمرر الكره في الدقيق باش ما تلصقش معنا، وغادي نقوم بالتبسيط ديالها. تقدروا تستعملوا اي شيء مناسب باش تعملوا الثقب اللي في العجين الوسط. كما كتشوفوا معنا انا خديت القنينه ديال فيتامين اولا القنينه ديال اي قنينه تكون مناسبه.
أمر على هذه الطريقة حتى للأخير. نخليو الدونات ديالنا يخمروا معانا لمدة ديال 45 دقيقة. بعد مرور 45 دقيقة تضاعف الحجم ديالو. نوضع الزيت يسخن وغادي نوضع الدونات يتقلاو. منين يتغير اللون الأسفل ديال الدونات، هاك الساعة يمكن لينا نقلبوهم على الوجه الآخر. بعد ما طابو غادي نقوم بالدهن ديالهم بالعسل، وغادي نزين بفيغميسيل او لا اي حاجة عندكم مناسبة. وهذه هي النتيجة النهائية ديال الدونات. كيجيو خفاف بحال القطن وساهلين في التحضير، والمذاق كيجي افضل من رائع. الى هنا ما بقى لي الا نودعكم في فيديو جديد ان شاء الله على قناة جربها معايا. تحياتي.